بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله كله بخير وصحة وسلامة يا رب. حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد لأن صار فترة ما مسويت لكم فيديوهات، أكثر شيء ستوريات أنزل لكم. حبايب قلبي، اليوم راح أسوي أجنحة بهاي الطاوة. هاي الطاوة كنز بكل بيت، يعني اللي عندك من هاي الطاوة كأنه عندك كنز، حتى تقدرين تسوين بيه كيك. خلين العجينة مالتها اللي تخلي لها الزيت او الزبد والطحين وتسوين العجينه مال كيك. تريدين كباب، همبرجر، اجنحه، دجاج، صدر، اي شيء اي شيء اي شيء تقدرين تسوين بيه. هسه انا خليت هنا البصل وخليت البوتيتا وخليت الطماطة، وهسه راح اخلي الاجنحه والتتبيله وهخليها على النار واكمل لكم خطوات الباقيه. وهاي حبايب خليت الطماطة والبصل والبوتيتا والأجنحة، وهسه راح أخلي لها الصلصة اللي هي دبس رمان والحامض والتمر هند. وهاي حبايب هسه خليت الصلصة، هسه راح أخليها على النار، واللي عنده من هاي الطاوة كأنه عنده كنز بالبيت. وهاي حبايبي شوفوا، خليت الأجنحة والصلصة مالتها والتتبيلة والبوتيتا والبصل والطماطة كلها بهاي الشواية. ان شاء الله بنكملها، وحسوي تمن احمر وياها وزلاطة واشوفكم وياها من تكمل بالاخير. هسه راح اطبقها. وهاي حبايب كمل كلمة الأجنحة شوفوها، وهسه اشوف لكم التمن هم كمل والزلاطة هم كملتها. هسه راح اصبهن، وسهمنا وسهمكم بألف عافية. وهاي حبايب كمل غدانا لهذا اليوم، وسهمنا وسهمكم بألف عافية. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.